اخيرا ابتدت تندع. سجدة شكر لله بعد طول انتظار. الزمالك اول امبارح اعلن ان احنا تعاقدنا مع جون ادوارد كمدير رياضي للنادي، هيكون مسؤول عن ملف كرة القدم بشكل كامل، بالتعاون طبعا مع رئيس النادي حسين لبيب او نائب رئيس النادي هشام نصر في حالة عدم وجود حسين لبيب، وان رأي لجنة التخطيط هيصبح رأي استشاري. ده شيء عظيم جدا. وبالفعل النهارده اول الملفات اللي خلصت ان النادي لسه من شويه صغيرين اعلن عن التعاقد مع شركه نايكي بتاعت الملابس العالميه طبعا، علشان هي اللي هتلبس فرق النادي خلال الثلاث سنين اللي جايين، وهيكون في استفاده ماديه من وراء العقد دوت. لسه ما ظهرتش بتفاصيلها يعني، ولكن المهم بالنسبه لنا ان النادي هيلبس من براند محترم. ثانيا النادي لن يتحمل اي تكاليف بخصوص الملابس الرياضيه اللي هيلبسها، سواء فريق الكوره او حتى فرق النادي التانية زي الباسكت والفولي والهاندبول. ده شيء عظيم جدا. احنا دلوقتي منتظرين الخطوه اللي جايه. المفروض ان اللي بيتقال ان في خلال يوم او اتنين او تلاته بالكتير هيتم الاعلان عن المدير الفني الجديد الجهاز الفني الكامل، لان المفروض ان الملف ده اشتغل عليه جون ادوارد اوريدي من قبل حتى ما يوقع بشكل رسمي مع نادي الزمالك. رساله اخيره للزملكاويه، احنا الحمد لله الدنيا ابتدت تظبط، احنا متفائلين، ولكن نزل السقف. سقف توقعاتك ما يبقاش عالي. المفروض وانت عارف وانا عارف وكل الناس عارفه وضع النادي المالي عامل ازاي، وبالتالي ما تسرحش ورا الاخبار اللي بتنزل في ان الزمالك خلاص اقترب من التعاقد مع فلان الفلاني، سواء مدير فني او لاعب. اول ما تسمع خبر عديه على البروسيسور بتاعك الاول وشوف هو الزمالك يقدر يتعاقد مع المدرب او اللاعب دوت وفقا للبادجت اللي معانا، وفقا لامكانياتنا الماديه ولا لا. لان كتير من الناس سواء بحسن نيه او بسوء نيه هيحاول يعلي سقف طموحات الجماهير، فيجي يقول لك الزمالك خلاص بيخلص مثلا زي ما هما كانوا بيتكلموا من كام يوم ان بيخلص مع بينتو المدرب البرتغالي. بينتو ده كان بياخد اخر عقد ليه كان بياخد 3.5 مليون دولار في السنه. احنا ندفع 3.5 مليون دولار في السنه؟ لا، مش هيحصل. ما تسيبش دماغك تروح ورا الكلام ده، ما تتسوحش، علشان بعد كده لما يجي التعاقد مع فئه اقل من الفئات اللي انت دماغك راحت ليها ما تبقاش محبط، وما تهاجمش الاداره وما تهاجمش الراجل اللي لسه بيشتغل. فنهدى كده على نفسنا واللي جاي خير ان شاء الله.